انت عمرك فكرتي ليه بعض الناس حياتهم مليانة بالشغف والحماس وناس تانية حاسة انهم عايشين وخلاص؟ الفرق بينهم بسيط جدا. الأولى عندها حلم بتمشي وراه، والتانية سايبة الحياة تاخدها في أي اتجاه. النهاردة هنتكلم عن ليه لازم يكون عندك حلمك الخاص، وازاي تلاقيه وتشتغلي عليه مهما كانت ظروفك أو الصعوبات اللي بتواجهك. وهديكي أمثلة من حياتنا اليومية عشان تبقي عارفة ازاي تحولي حلمك لحقيقة. واحد، أولا الحلم مش رفاهية، ده اللي بيحدد معنى لحياتك. تخيلي نفسك في مركب في نص البحر، ومفيش بوصلة ومفيش خريطة، ومش عارفة رايحة فين. هتفضلي تايهة لحد ما البحر يرميكي في أي مكان. ده بالظبط اللي بيحصل لما بتعيشي من غير حلم. الحياة بتفضل تاخدك يمين وشمال من غير ما تحسي انك بتعملي حاجة ليها قيمة. مثلا شوفي البنت اللي بتصحى كل يوم تروح شغلها وهي زهقانة، وبتحس ان الأيام شبه بعض، وبتعدي عليها السنين وهي مش قادرة تفكر أو تفتكر هي عملت ايه. ده مش لأنها كسولة، لأ، لأنها مش ماشية ورا حلمها. في المقابل، شوفي البنت اللي عندها حلم، حتى لو بتشتغل وظيفة تقليدية، هتلاقيها بعد الشغل بتاخد كورسات، بتتعلم حاجة جديدة، بتطور نفسها علشان في الآخر توصل للحاجة اللي بتحبها. اتنين، ازاي تلاقي حلمك ولو مش عارفة هو ايه؟ لو لسه مش عارفة حلمك الحقيقي مفيش مشكلة، مفيش حد اتولد عارف هو عايز ايه بالظبط. في طرق هتساعدك او انك تعرفي ايه حلمك. واحد، فكري في اللحظات اللي بتحسي بالسعادة فيها، انك انتي بتحسي بسعادة حقيقية. امتى اخر مرة حسيتي انك مندمجة جدا في حاجة لدرجة انك نسيتي الوقت؟ ممكن تكوني بتحبي الكتابة او التصوير او حتى تنظيم الحاجات. اي حاجة بتخليكي مبسوطة وانتي بتعمليها ممكن تكون بداية لحلمك. اتنين، شوفي ايه الحاجة اللي دايما بتجذبك، ايه الفيديوهات اللي بتشوفيها طول الوقت، ايه المواضيع اللي بتشدك ولما حد بيكون بيتكلم معاكي، ايه الحاجة اللي لما حد بيتكلم عنها بتحسي انك مهتمة جدا وعايزة تعرفي اكتر. ايه الموضوع اللي بيشدك في الكلام او الحاجة اللي بتشدك في الكلام. دي كلها علامات على حاجة او حاجات اللي ممكن تكون جزء من حلمك. ما تخافيش تجربي حاجة جديدة. لو مش عارفة ايه الحاجة اللي بتحبيها يبقى جربي كل حاجة، ما تخليش الخوف يوقفك. ممكن تلاقي شغفك في حاجة عمرك ما جربتيها قبل كده اصلا. تلاتة، الحلم محتاج صبر، ما تستعجليش النتائج. اكبر غلطة ممكن تعمليها انك تتوقعي النجاح السريع. الاحلام الكبيرة بتاخد وقت ومفيش طريق مفروش بالورد. بس الفرق بين اللي بيوصلوا واللي بيفضلوا في نفس مكانهم هو ان الاولى عندها صبر ومستمرين حتى لو مفيش نتائج سريعة. مثلا في بنت بتحب التصميم الازياء، بدأت تتعلم وحاولت تفتح مشروع صغير، لكن في البداية مفيش حد اهتم، مفيش زباين، ولو استسلمت حلمها هيموت هنا. لكن لو كملت وفضلت تطور من نفسها، بعد فترة هتلاقي الناس بدأت تلاحظها وبدأت تطلب منها تصاميم خاصة. لو مستعجلة على النتيجة، فكري في أي حد ناجح. هل بدأ ونجح في يوم وليلة؟ أكيد لأ. النجاح محتاج وقت وصبر وشغل مستمر. الناس مش لازم تصدق في حلمك، لازم تصدقي حلمك. ما تتوقعيش ان الناس كلها هتشجعك، بالعكس ممكن تلاقي ناس بتحبطك وبتقولك ضيعي وقتك، لكن الحقيقة الناس دي بتتكلم من خوفها مش من واقعك. محدش يقدر يعرف امكانياتك قدك انتي. مثلا في بنات كتير بدأوا مشاريعهم وهم متأكدين انهم هيواجهوا انتقادات، سواء من الاهل او من الاصدقاء، بس الفرق بينهم وبين غيرهم انهم ما كملوش في المكان اللي هم فيه او اللي الناس حبستهم فيه، كملوا لحد اما وصلوا لحلمهم فعلا. نصيحة، لما حد يحاول يحبطك اسألي نفسك هل الشخص ده ناجح في حياته؟ لو لأ، يبقى مش لازم تاخدي كلامه على محمل الجد. خلي دايما عندك مجموعة صغيرة من الناس اللي بتؤمن بيكي، حتى لو كانوا واحد أو اتنين بس. وجود دعم بسيط بيفرق جدا في الطريق اللي بتاخديه اتجاه حلمك.
5. خططي لحلمك بدل ما يفضل مجرد فكرة في دماغك. مننا بيحلم، مش كلنا بناخد خطوة حقيقية. الحلم من غير خطة مجرد أمنية، عشان كده لازم تحطي خطوات واضحة عشان توصلي لهدفك. ازاي تخططي لحلمك؟ حددي هدف واضح، مش لازم أنجح، لكن عايزة أبقى خبيرة في المجال معين خلال 3 سنين. ابدأ بخطوات صغيرة، أي حلم كبير بيتبني خطوة بخطوة. متستهنيش بأي خطوة حتى لو بسيطة. خلي عندك جدول زمني، ولو مفيش مواعيد المواضيع هيبقى مجرد كلام. حطي تواريخ والتزمي بيها. طوري من نفسك دايما. العلم مفتوح والفرص موجودة، بس اللي بيوصلوا هم اللي بيتعلموا باستمرار. 6. ما تقارنيش نفسك بحد. كل واحدة ليها رحلتها الخاصة. المقارنة من أكبر الحاجات اللي ممكن تحبطك لما تبصي لحد وتلاقيه ناجح. متقعديش تفكري هو ليه وأنا لأ، فكري هو وصل ازاي. مثلا ممكن تبصي على بنت عندها مشروع ناجح وتفتكري انها وصلت بسهولة، لكن الحقيقة ان هي بدأت من الصفر وقعدت سنين تشتغل على حلمها قبل ما توصله. كل واحدة فينا ليها رحلتها. متقارنيش خطواتك الأولى بخطوة حد في النص أو في الآخر. العوائق اللي ممكن تبقى موجودة قصادك بس دايما بيبقى ليها حلول. طبيعي جدا ان اي بنت عندها حلم تقابل صعوبات، سواء كانت مالية او اجتماعية او حتى نفسية. بس الفكرة مش في وجود العوائق، الفكرة في ازاي تتغلبي عليها وتفضلي مكملة. نقدر نحل دولت، يعني هنعملهم في 3 حاجات هقولهم لك. اول حاجة، مشكلة الوقت. كتير مننا يا بنات بتقول ما عنديش وقت اشتغل على حلمي، او حياتي فيها مسؤوليات وحاجات كتير فمش هقدر اللي انا اشتغل عليه دلوقتي. لا، استغلي وقتك بذكاء. حتى لو نص ساعة في اليوم هتفرق مع الوقت تدريجيا. بدل النص ساعة هتبقى ساعة، وانا عارفة ومتأكدة ان انت هتقدري تلاقي وقت لحلمك ان انت تستمري فيه ولو نص ساعة فعلا في اليوم. حاولي تبعدي عن اي تضييع الوقت في الحاجات اللي مش بتضيفلك حاجة، زي السوشيال ميديا المبالغ فيها. لا، بدل ما تفضلي قاعدة بتتفرجي على التيك توك، الفيسبوك، اليوتيوب، تتفرجي على حاجات مفيدة على اليوتيوب، زي بودكاست اللي هو يفيدك يعلمك ويطورك اكتر كده، فاهماني؟ او كتب مسموعة. نظمي وقتك بانك تكتبي جدول يومي وحددي اولوياتك بوضوح. 2. مشكلة الخوف من الفشل. الخوف ده طبيعي، بس اللي بينجح هو اللي بيواجه ويتحرك رغم وجود الخوف. الحل ايه؟ فكري دايما ان اي فشل هو درس مش نهاية العالم. شوفي قصص ناس نجحوا في بعد فشل كبير عشان تتأكدي ان الفشل مرحلة مش محطة أخيرة. ما تخليش الخوف يشلك. دايما اسألي نفسك ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل، هتلاقي ان الإجابة مش مرعبة للدرجة اللي انت كنتي متخيلاها. 3. مشكلة نقص الدعم. مش كل الناس اللي حواليك هتفهم شغفك او هتشجعك، بس ده ما يمنعش انك تكلمي الناس اللي عندها نفس اهتماماتك وتتعلمي منهم. الحل، دوري على مجتمعات فيها ناس عندهم نفس حلمك، سواء اونلاين او في الواقع. حاولي دايما تكوني وسط بيئة ايجابية، لان الناس اللي حواليكي ليهم تأثير كبير على نفسيتك. 8. المكافآت الصغيرة بتحفزك انك تكملي. احساس الانجاز بيجي مع التقدم المستمر، ومش شرط يكون التقدم ده ضخم من البداية. اهم حاجة انك تحسي انك بتتحركي لقدام. ازاي تكافئي نفسك؟ لما تحققي هدف صغير كافئي نفسك بحاجة بتحبيها، حتى لو كانت مجرد استراحة او حاجة بسيطة. سجلي انجازاتك عشان لما تحسي بالاحباط تفتكري انتي وصلتي لحد فين وان انتي لازم تستمري. افتكري دايما ان كل خطوة بتاخديها بتقربك لحلمك حتى لو كانت صغيرة جدا. 9. خلي عندك حد قدوة ليكي، بس ما تقلديش حد. وجود شخص ناجح يديكي الإلهام
حاجة رائعة وحاجة جميلة جدا، بس أهم حاجة إنك ما تحاوليش إنك تكوني نسخة من حد تاني. ازاي تستفيدي من الشخص اللي انتي واخداه قدوة ليكي؟ شوفي الناس اللي في المجال اللي بتحبيه ازاي بدأوا وازاي طوروا من نفسهم، خدي منهم الدروس، لكن حافظي على شخصيتك ولمستك الخاصة. ما تحطيش توقعات غير واقعية، لأن كل شخص عنده ظروفه وتجربته الفريدة. 10. استمري حتى لو حماسك قل. أكتر مشكلة بتواجه أي حلم أو أي حد عنده حلم إن في أوقات بيحس بالإحباط أو إن الحماس قل، وده طبيعي جدا. إزاي بقى تتغلبي على فقدان الحماس؟ فكري دايما في السبب اللي خلاكي تبدأي، ليه حلمك مهم ليكي. غيري الروتين، ولو حسيتي بالملل جربي طريقة جديدة للشغل على حلمك. خدي فترات راحة لو حسيتي إنك مضغوطة، بس ما تنسيش حلمك تماما. افتكري إن الأحلام العظيمة بتحتاج صبر، وإن كل الناس الناجحة مروا بنفس الفترات دي. الحلم هو اللي بيديلك معنى لحياتك. كل واحدة فينا عندها حاجات بتحبها، حاجات بتتحمس ليها، بس مش كلنا بنسمح لنفسنا نحلم ونشتغل على أحلامنا. كتير بنسمع جملة خليكي عايشة في الواقع بتاعنا، متفضليش عايشة في الخيال ومتتعبيش نفسك، لكن الحقيقة إن الحياة اللي من غير حلم زي السفينة من غير واجهة، وهتفضلي تروحي يمين وشمال بس مش هتوصلي لحاجة. دلوقتي عرفنا ليه لازم يكون عندك حلمك الخاص، وازاي تكتشفيه وتشتغلي عليه وتواجهي التحديات اللي هتقابلك. ما تنسيش انك انتي اللي بتحددي شكل حياتك، وان كل يوم بيمر عليك من غير ما تشتغلي على حلمك هو يوم مش هيرجع تاني. سؤال الحلقة بقى، ايه الخطوة اللي هتاخديها النهاردة عشان تقربي من حلمك؟ وايه هو حلمك؟ شاركينا في التعليقات وخلينا نشجع بعض. انا عن نفسي حلمي هو اليوتيوب، اللي انا يبقى عندي قناة يوتيوب مفيدة لكل البنات والامهات، ويكون اقدم فيه محتوى مفيد على قد ما اقدر، ما يكونش فيه محتوى هلس فيه، واقدم معلومات وتشجيع لاي حد عنده حلم، وفي مجالات كتير للبنات والامهات، وان هم يعرفوا نفسهم اكتر ويطوروا نفسهم ويكتشفوا ذاتهم. بس ده حلمي، وحاولت فيه في كذا مرة، وكل مرة ممكن بقع وارجع تاني، وقع وارجع تاني، ودي ممكن المرة السادسة اللي انا بحاول في حلمي اللي هو في القناة الجديدة بس اللي انتوا شايفينها دلوقتي، اللي هي جيهان البدري. ما تنسوش بقى لو وراكم اي صلاة فايتة قوموا صلوا، ومتنسوش تصلوا على النبي وتسبحوا وتستغفروا كتير. مع السلامة.